في يوم من الأيام وتحديدا يوم عاشوراء كان الناس بيصوموا ويفرحوا ويشكروا ربنا، بس كانوا دايما بيحتفلوا بحاجة حلوة وحاجة اسمها العاشوراء. العاشوراء مش مجرد طبق حلو، لأ، دي وراها حكاية طويلة بدأت من آلاف السنين. وعشان كده يلا بينا نشوف هنحكي لكم عليها ايه، ويلا بينا. ازيك يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا عارف ان انا مقصر معاكم وبقالي اسبوعين ما بنزلش، بس طبعا والله عشان العسكريه رجعنا لكم بفكره جامده، وهي مش فكره فيديو واحد، لا دي هي سلسله كامله. السلسله هي عباره عن سلسله حكاوي اكلات مع زياد. واول حلقه النهارده هتبقى زي ما حضراتكم شفتوا الانترو على طبق العاشوراء، بما اننا في يوم العاشوراء فكل سنه وانتم طيبين. طبعا السلسله دي هتبقى ماشيه ازاي؟ هتبقى السلسله دي ماشيه عن اللي احنا بنحكي عن الطبق اللي معانا، اذا كانت الاكله او الطبق او الحاجه، بنحكي الحكايه بتاعتها وبنبدا نعمل المكونات بتاعتها مع بعض عشان حضراتكم تكونوا عارفينها بتتعمل ازاي. فطبعا النهارده هنبدا نحكي لكم حكايه العاشوراء، وبعد كده هنبدا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. مش عايز اكتر عليكم، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. في حكايتين لاصل طبق العاشوراء، وهو حكايه دينيه وحكايه شعبيه. طبعا دي الدينيه اللي احنا عارفينها ان اغلب الناس كلها عارفاها، بس في حكايه تانية برضو هي برضو ايه، بس دينيه هي اللي احنا ايه ماشيين عليها او اللي احنا عارفينها. طبعا اول حكايه هي حكايه دينيه. طيب يوم عاشوراء ده ان اليوم اللي ربنا نجى سيدنا موسى عليه السلام من فرعون. فطبعا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام لقى ان اليهود بيصوموا في اليوم ده. فطبعا سيدنا محمد قال احنا اولى بموسى منهم، فعشان كده بدأ من اليوم ده يصوم هو والصحابة. فمن اليوم ده وبدأنا احنا كل سنة نبدأ نصوم يوم عاشوراء. طبعا هي في ناس بتصوم يوم تسعاء وعاشوراء طبعا، بس يعني هو سيدنا محمد المفروض هو صام العاشوراء، وكان قال لو انا عشت السنه الجايه هيصوم التسعاء والعاشوراء. طبعا ربنا ما اردش اللي هو يبقى موجود السنه اللي بعدها، بس احنا قلنا ممكن نصوم دي، يعني هي خير طبعا. بس اللي هي اللي بيبقى اللي هي العاشوراء دي ربنا بيكفر سنه عنها، فعشان كده رجاله ويا بنات صوموا اليوم ده، يعني هو بيكفر سنه ماضيه. فباذن الله ربنا تقبل منا ومنكم. الناس حبوه وبدأوا يعملوا حاجه حلوه فيه، وهو عملوا بدأ يطبخوا قمح بحليب بسكر وسموها العاشوراء. الثانيه دي الحكايه الشعبيه، ان سيدنا نوح بعد ما السفينه استقرت على جبل جودي بعد الطوفان، جمع كل الاكل اللي كان فاضل عليها من شويه قمح وعدس وفول ورز وطبخوهم مع بعض وسموها بالعاشوراء. ودي الحكايه الثانيه، يعني دي حكايتين. العاشوراء ده بدا يتعمل كل سنه في مصر او في الشام تركيا، بس طبعا كل بلد لها طريقتها. فعشان كده اقول لكم ايه هي الطريقه بتاعه مصر. فيلا بينا نشوف نعملها ازاي. فروحوا نشوفها، نرجع مع بعض ندوق عمايلها، وبعد كده نختم الفيديو الجميل ده مع بعض. طبعا أول حاجة بنجيب غلة مقشورة ونحطها في مية وننقعها فيها. لما بنصفي المية الأولى بنحط مية تانية ونبدأ نحطها على النار ونسيبها تغلي. وطبعا بعد ما غليناها وسبناها تغلي طبعا بنوطي عليها ونسيبها تتسلق. وبعد ما بتتسلق بنبدأ نحط عليها زي ما حضرتك شايفين شوية لبن مع شوية قرفة، ونفضل نقلب فيهم. تمام. طبعا الكمية اللي قدامكم ديت هي نص كيلو غلة عليهم كيلو لبن، عشان برضه حضراتكم تكونوا عارفين. وبعد ما غلت طبعا بنقلبها في حاجة تانية أو بتسيبها تريح خالص، وبعد كده نبدأ نحط عليهم كيسين فانيليا بالظبط. وبعد كده طبعا بننزل عليهم شوية سكر حلوين كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا بنحط عليهم الحاجات دي هي مش على نار، يعني على حلة بس من غير نار. وبعد كده تبدأ تحط مع بعض من معلقة لمعلقتين لبن بودر، وبعد كده هنحط مع بعض معلقتين قشطة. وبعد كده نبدأ نحط مع بعض كريمة لباني زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده مع بعض نبدأ نقلب اللي احنا حطيناه ده كله مع بعض. طبعا كنا نسينا نحط شوية قرفة، فحطينا شوية قرفة ونبدأ نقلبهم مع بعض. بعد كده في بولة تانية نبدأ نحط مع بعض شوية نشا على المية، ونبدأ نقلبهم لحد ما يظبطوا مع بعض، ونبدأ نحطهم على القوام اللي احنا كنا حطاه في الأول.
ونبدأ بقى نقلب مع بعض لحد ما القوام بتاعنا يتقل مع بعض، لحد ما تبدأ تتقل معانا. بعد ما تقلت وغلت نبدأ نقفل عليها وتسيبها تهدى شوية، وبعد كده تبدأ ترصصها في الأطباق زي ما حضراتكم شايفين، وتزوقها بقى بشوية مكسرات بقى وزبيب بقى وفول وقرفة وبتاع، ويبقى طعمها جميل معاك. ويلا بينا ندوق الحلويات ديت ونقفل مع بعض الفيديو، يلا بينا. طبعا طبق العاشوره اهوت، ويلا بينا ندوق بقى طريقه عمايله. جامد الصراحه. والعاشوره مش بس اكله، بقت فرحه بتتعمل كل سنه. طبعا دي كانت اول حلقه من حلقات سلسله الحكاوي مع زياد، يا رب تكون عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى تكون عجبتكم الفيديو، وان شاء الله السلسله تعجبكم. طبعا عايزكم تقولوا رايكم في العاشوره تحت، اعملوها وقولوا رايكم تحت في الكومنتات. ولو عندكم اي فيديو او حكايه او اكله عايزين اعملها اكتبوا لي تحت، وان شاء الله اعملها لكم. ما اكترش عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.